بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا أقسم بالله العظيم أنني سأقول الصدق ولا شيء غير الصدق. لماذا قتلت إيران محمد باقر الحكيم مع أنه قائد ورمز شيعي؟ في فيلا بالكويت للضيافة قبل 1990 كان يأتي إليها أبو العباس عندما يلاحقه الأمريكيون ويتعب من الملاحقة يأتي إلى الكويت. لماذا؟ ليختفي فترة ويعود. بعد الغزو صار يأتي إليها السيد محمد باقر الحكيم. هذا موضوع غير غريب. قلادة مبارك الكبير أول واحد أخذها ياسر عرفات، الثاني مباشرة صدام حسين، الثالث جورج بوش الأب. يعني هناك مفارقات في التاريخ. هذه الفيلا أنا كنت أسهر فيها مع السيد الحكيم جيدا، يعني مرات نستمر حتى الفجر. وكانوا في جريدة الراي الله يسلمهم يكلفوني سنويا بحديث خاص مع السيد الحكيم، وكنت أعمل الحديث، والحديث منشور والصور موجودة والتصريحات موجودة. في ما ينشر والكلام يعني الذي ليس للنشر يبقى، ولكنه أيضا جزء من التاريخ. كنت أسأل السيد الحكيم، ومرة والله عيونه دمعت، قلت له أنا أعرف أن الضيف من خرج من داره تكل مقداره يا سيد، بمعنى أنت الآن في إيران، صح الجماعة شيعة ومستضيفينك، ولكن أنت عراقي وهم إيرانيون، هم فرس، هناك فرق. وأعطيته أمثلة عما كان يحدث لجماعة عرفات وغيره في سوريا في ضيافة الأسد، وقلت له لما يتفاهموا مع صدام بيرجعوكم ورا، ولما تسوء علاقتهم مع صدام بيدفعوكم للحدود لتهديده. دمعت عيونه. سألته قلت له إذا عدت إلى العراق، وطبعا لن يعيدك أحد، لن يعيدك الإيرانيين إلى العراق، سيعيدك الأمريكيين. إذا أنت عاوز ترجع للعراق تفاهم مع الأمريكيين، وهذا ما حصل. هذا ما حصل مع كل المعارضة العراقيين. إيران تعاملت مع صدام وكانت مستعدة، كان الاتحاد السوفيتي كما كان يبيع الشيوعيين كانت مستعدة تبيع الشيعة لمصالحها كدولة. قلت له وين راح يا سيد ترجع لما تستقر في العراق يعني؟ قال سؤالك غريب. قلت له عادي، انتم من النجف حتروح النجف والعاصمة بغداد، بس أنا بنصحك بمقر تتخذه لنفسك. قال وين؟ قلت له تكريت، روح اجلس في تكريت حتى يشعر السنة أنك أفضل لهم من السني صدام وغيره، وأنت نفسك تقول سني حاكم سني عادل أفضل من حاكم سني شيعي ظالم. أنت قلت هذا وسجلناه في الجريدة. قال صحيح، هذا صحيح. لما رجع الحكيم كان بهذه النظرية، وكان ذاك مرارة الإذلال من الإيرانيين خلال السنوات اللي جلس فيها عندهم، وأراد أن يفعل نفس ما فعله بشير الجميل. بشير الجميل ساعدوا الإسرائيليين، لكن بالأخير هو لبناني، رئيس لبناني، لما شافوه بده يتمرد قتلوه. هذا ما حصل مع محمد باقر الحكيم. كان في واحد في الاستخبارات العراقية القديمة وله اتصالاته، لاحظ أمر غريب.
قبل اغتيال الحكيم بشهر، وهو دخول شاحنات وسيارات ملغومة. أجت أنباء عن سيارات ملغومة تدخل من إيران وتابعة للقاعدة. القاعدة نعم التي قتلت الحكيم هي القاعدة، لكن بسيارة مفخخة من إيران. طبعا الآن انكشف أن القاعدة، أن إيران تستضيف القاعدة، قادة القاعدة قاعدين بإيران، والأستاذ أيمن الظواهري في إيران، وسليمان بوغيث كان في إيران. ومنذ فترة قصف الأمريكيين قادة من طالبان والقاعدة كانوا عائدين من إيران. وتبين الآن للقضاء الأمريكي أن إيران كانت متواطئة في هجمات 11 سبتمبر. هذا واضح واضح. طبعا القاعدة كلهم سنة، يعني مش معقول إيران تحط واحد قاعد بالقاعدة شيعي، لكنها ترتب مع القاعدة، ترتب مع القاعدة، القاعدة تخدمها، القاعدة تجعل كل سني سلفي وهابي إرهابي، وهذا هو الخطر. هذا الذي يشتغل عليه الغرب لتدوير الماكينة ضد الإسلام، وهذا يرضي إيران. إيران عايزة تدمر كل بلد مسلم، كل شعب مسلم، كل المسلمين السنة عند إيران هدف مشروع للقتل. هذه هستيريا، جماعة مجانين. الرجل بلغ المعلومة لواحد خليجي، لن أذكر اسمه، لكن أنا أقسمت بالله أنني أقول الصدق. الخليجي أبلغ زعيمه، الرجل الأول في الدولة آنذاك، اتصل الرجل الأول آنذاك بالبريطانيين، وأخذ لصاحب المعلومة موعدا مع البريطانيين في قصر صدام حسين في البصرة، وأخذوا منه المعلومات وأعطوه 10,000 دولار مكافأة. نعم، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لعدم قتل الحكيم. لماذا؟ كان الغرب يريد سيطرة إيران عبر التشيع على العراق، كانوا يقايضونها، كانوا يعرفون ما يفعلون، يريدون خلق صراع شيعي سني عربي فارسي بديل للصراع العربي الإسرائيلي اليهود الإسلامي الصهيوني. هذه استراتيجية للغرب، وتم تفجير وقتل الحكيم عبر القاعدة بسيارة مفخخة تابعة لعلي خامنئي. أقسم بالله العظيم أن هذا ما حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.